ينشغل الإعلام كما تنشغل الحكومات الإقليمية والدولية بالوضع الراهن في مدينة كوباني الكردية، إذ تشهد هجوما شرسا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش منذ أكثر من شهر ونصف. من أين تأتي أهمية كوباني؟ كيف بدأت فيها الأحداث ولماذا؟ كوباني استمدت اسمها من اسم الشركة الألمانية التي أنشأت خط قطار الشرق السريع عام 1912، لكن هذا الاسم غدا لاحقا عين العرب في إطار سياسة التعريب المتبعة نحو المناطق الكردية. كوباني مدينة ومنطقة إدارية تابعة لمحافظة حلب في سوريا، تقع على بعد 30 كيلومترا غربي نهر الفرات وحوالي 150 كيلومترا شمال شرقي حلب. الأغلبية الساحقة من سكانها كرد بالإضافة إلى بعض العرب. تتألف هذه المنطقة من حوالي 400 قرية صغيرة، وبخصوص عدد سكانها ليست هناك أي إحصائيات رسمية منشورة، وتشير بعض التقديرات إلى أن العدد يقارب 400 ألف نسمة. تشهد هذه المدينة مأساة، حيث بدأت معركة حرب الشوارع بين القوات الكردية من جهة وبعض فصائل الجيش الحر من جهة أخرى ضد تقدم داعش في الجبهات الجنوبية والشرقية لمدينة كوباني. فبعد سيطرة داعش على عدة قرى جنوب كوباني، بدأت القوات الكردية وبمساندة من بعض فصائل الجيش الحر بالبدء في حرب مختلفة عن المواجهات المباشرة، بحيث تم توجيه ضربات نوعية لداعش، وخاصة في منتزه سيران الذي يبعد عن كوباني مسافة 3 كيلومتر، حيث دخل أكثر من 1000 شاب إلى كوباني خلال أيام قليلة منذ بدء الأحداث فيها من خلال عدة طرق تهريب. وبالتزامن مع هذه الأحداث وزيادة عدد الضحايا، أكد حزب الاتحاد الديمقراطي بيادم عن رغبتهم بمشاركة قوات البشمركة القادمة من إقليم كردستان للقتال إلى جانبهم في كوباني. وبعد المشاورات بدأت قوات البشمركة بالتقدم باتجاه كوباني، حيث سبق هذا وصول الأسلحة من قبل الحكومة في كردستان بطائرات أمريكية، حيث ألهمت المعارك البطولية التي تخوضها قوات البشمركة الكردية ضد داعش حماس العديد من الخبراء وكتاب الرأي في الولايات المتحدة ليبدأوا بمخاطبة إدارة الرئيس أوباما وحثها على تغيير سياستها تجاه إقليم كردستان العراق وقوات البشمركة. وركزت معظم الصحف ومحطات التلفزة الأمريكية في عناوينها الرئيسية على هذه التطورات والمعارك الجارية، حيث أجمعت على تسليح قوات البشمركة وشددت على أهمية الكرد كحلفاء لأمريكا في المنطقة، حيث بلغ عدد البشمركة الذين دخلوا كوباني كدفعة أولى 150 عنصرا بتاريخ 31 من الشهر العاشر عام 2014. ومن جهة أخرى أكد شاهد عيان دخول دفعة ثانية من البشمركة تتضمن من 10 إلى 15 جنديا إلى مدينة كوباني السورية، فيما رجح مسؤول في الحزب الاتحاد الديمقراطي السوري دخول القوات عبر مجموعات وبفضل شجاعة المقاتلين الأكراد وغارات التحالف الدولي على داعش تتقدم القوات الكردية حتى اللحظة. سارة الناصر، راديو دنجي زلال.